السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم. النهاردة هنتكلم عن خطوات التكاثر الجنسي في النبات. التكاثر الجنسي في النبات بيتم على مرحلتين. أول حاجة التلقيح الزهري وبعدين الإخصاب. المقصود بالتلقيح الزهري عملية انتقال حبوب اللقاح من النطق الأزدية إلى مياسم القرابل. أنواع التلقيح الزهري تلقيح ذاتي وتلقيح خلطي. طرق التلقيح الخلطي بيكون التلقيح بالرياح أو التلقيح بالحشرات والتلقيح الصناعي. تلقيح بالحشرات زي ما انتم شايفين كده ان حبوب اللقاح هتنتقل عن طريق احدى الحشرات الزائرة، والازهار اللي هيتم تلقيحها عن طريق الحشرات لازم تكون البتلات ملونة ذات روائح ذكية لجذب الحشرات اللي هتغذى على رحيقها زي النحل. وحبوب اللقاح لازم تكون لزجة او خشنة لتلتصق باجسام الحشرات الزائرة. بعد كده بتبدأ خطوات عملية الإخصاب الزهري. تعالوا نشوف مع بعض. بعد ما بتلتصق حبة اللقاح بالميسم اللي بيفرز محلولا سكري، كده أصبحت البيئة مناسبة لنمو حبة اللقاح، فتبدأ حبة اللقاح في الإنبات وهتكون لي أنبوب لقاح اللي بيحتوي على نواتين ذكريتين. وهيمتد أنبوب اللقاح داخل القلم حتى يصل إلى البويضة في المبيض من خلال فتحة بتسمى النقير. ويتحلل طرف أنبوب اللقاح وبيحدث الإخصاب باندماج إحدى النواتين الذكريتين بنواة البيضة مكونا بويضة مخصبة تعرف باسم الزيجوت أو اللاقحة اللي بتحتوي على العدد الكامل من الكروموسومات. وبكده أقدر أعرف الإخصاب الزهري هي عملية اندماج نواة الخلية المذكرة اللي هي حبة اللقاح مع نواة الخلية المؤنثة اللي هي البويضة لتكوين الزيجوت. طب إيه هو الزيجوت؟ هي الخلية الناتجة عن اندماج نواة الخلية المذكرة مع نواة الخلية المؤنثة. وبعد إتمام عملية الإخصاب بتنضج البويضة بتتحول لبذرة، وفي نفس الوقت اللي بينمو فيه المبيض بيتحول إلى ثمرة. وعلشان كده بلاقي إن المبيض اللي بيحتوي على بويضة واحدة بيعطي ثمرة بداخلها بذرة واحدة زي ثمرة الزيتون وثمرة الخوخ، والمبيض اللي بيحتوي على عدة بويضات بيعطي ثمرة بداخلها العديد من البذور زي ثمرة الفول وثمرة البازلاء. أتمنى تكونوا استفدتوا، وكانت معكم مس رندا حسن. مع السلامة.